تابعوا الأحوال الجوية على قناة أهراس 2. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نشرية جوية جديدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل نشراتنا. إذا نتوقع بحول الله تعالى عبور منخفض أطلسي المنشأ عرضيا بمحاذاة بلادنا غرب البحر الأبيض المتوسط، وعليه ستبدأ التساقطات المطرية مع بداية الليل دخول عبر بوابة الوسط الغربي لتنتقل إلى المنطقة الوسطى خلال الليل، وتكون رعدية غزيرة محليا ثم تنتقل تدريجيا إلى الوسط الشرقي فجرا لتعم المنطقة الشرقية تدريجيا خلال نهار الخميس إن شاء الله. بالنسبة للولايات المعنية بالأمطار: تيبازا شمال شرق شلف، الجزائر، عين الدفلة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو وغرب بجاية. كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 25 ملم وقد تصل إلى 30 ملم محليا. الولايات المعنية: بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، قلمة، سوق هراس، قسنطينة، ميلا، سطيف، برج بوريريج، باتنا، خنشلة، تبسة، أم البواقي، باريكا، بوسعادة، المسيلة، عين وسارة، الجلفة، قصر الشلالة، شمال تيرت، تيسمسيد، أشلف وشرق غليزان. كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 1 و5 ملم وقد تصل إلى 15 ملم محليا. زخات مطرية خفيفة محتملة بشكل محلي ومتفرق، محتملة أن تصل إلى المناطق التالية: بسكرة، أولاد جلال شمال الوادي، أفلو، جنوب تيرت، شمال سعيدة، معسكر، غليزان، مستغانم، وهران، بالعباس، عين تيموشنت وتلمسان. كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 0 و3 ملم محليا. بالنسبة لدرجات الحرارة: تنخفض بشكل محسوس يوم الخميس على الدواخل والهضاب العليا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 6 و 11 درجة، بينما تكون معتدلة عادية ببقية مناطق الوطن. رياح جنوبية غربية في البداية، ثم سرعان ما تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى قوية محليا. على العموم على منطقة الوسطى والوسطى الغربية والوسطى الشرقية وصولا إلى الهضاب العليا ثم شمال الصحراء يوم الخميس إن شاء الله. سرعة الرياح تتراوح بين 30 و 50 كم في الساعة وقد تصل إلى 70 كم في الساعة محليا. صلاحية النشرة من الأربعاء 7 مساء إلى الخميس 9 ليلا. كل هذا والله أعلم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.